السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نشوف الفيديو الممتع ده. فيديو بسم الله ما شاء الله كده بيفكرنا بأيام زمان وجداتنا والطبيعة يا جماعة. الطبيعة وخب الجربة طبعا مفيش أحلى أبدا من الزبدة اللي احنا بنعملها كده في الجربة. فهنشوف فيديو النهاردة جميل جدا جدا. اللي عايز بقى يستمتع كده بجو زمان والحياة الطبيعية استنى معانا في الفيديو. فقبل كل حاجة يلا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى يا جماعة، احنا النهاردة هنعمل ايه؟ هنخض الجربة. طبعا احنا زي ما انتوا عارفين انا خدت معاكم الجربة كتير قبل كده. احنا بنعمل ايه؟ بنحلب الاول اللبن وبعدين نفرزه في الفرازة او في الخضاضة، وناخد القشطة كده نعبيها. نفضل نعبي في الجربة كده يوم 2 3 4 حسب الكمية اللي احنا بنخضها. يعني احنا لو بنخض كمية قليلة فاحنا بنعمل ايه؟ بنفرز يعني كمية قليلة، فاحنا مثلا بنحط القشطة لمدة اسبوع، ممكن نحطها لمدة 4 ايام. يعني حسب كمية القشطة اللي احنا بنعبيها في الجربة. الجربة طبعا بنبقى محيجينها، بنبقى حاطينها كده في جردل البلاستيك ولا حاجة، وحاطين عليها ملح كده من بره ومظبطينها بالملح، لان لازم تكون ايديكي في الملح على طول علشان هي ما تبصي، لان دي يعني زي اللحم عادي، يعني جلد عادي. فالجلد لو انت سبتيه ممكن يعفن يدود يبوظ، فاهماني؟ فهو بيقعد ممكن سنة واتنين وتلاتة كده في ايديكي سليم، مفيش اي حاجة ابدا عشان انت منتبهه لها. فاحنا بنحيج الجربة كده ننضفها تنظيفة حلوة وبنحيجها وبنعبي فيها بقى ايه، وبنعبي فيها القشطه. نحط النهارده بكره بعده. اليوم بقى اللي احنا هنخض فيه ما بنحطش فيه قشطه، بنيجي بقى خابطين اللي هي القشطه اللي مبيته بقى لها يومين 3 4. احنا بنحط كل يوم قشطه، بس اليوم اللي احنا هنخض فيه الجربه ما بنعبيش فيه قشطه خالص. بنركن القشطه اللي احنا خضناها على جنب، نخليها كده في التلاجة، ونجيب الجربه ونقعد نخض بقى القشطه اللي احنا محوشينها الايام اللي فاتت، ونخض والارزاق على الله حسب رزقنا بقى ما يديه لنا ربنا. فاهميني؟ نخض بالطريقه دي جداتنا كانوا بيعملوا كده زمان. طبعا اللبن التاني اللي احنا خدنا منه القشطه بنعمل جبنه جريش، نحطين في المنفحه ويجبن كده، واحنا نحطها في الحصيره ونعمل جبنه جريش. اما اللبن بقى بتاع القشطه بنعبيه في الجربه، ولما بنفرغ الجربه ونطلع منها الزبده فبيبقى في لبن تاني معاها اللي هو اللي احنا بنعمل جبنه فوش. فدي احنا طلعنا وتربينا عليه من زمان. تربينا ان احنا ايه، جداتنا وامهاتنا وتراثنا من ورا بعضينا ان هم بيعملوا بالطريقه دي. طبعا في حاجات حديثه طلعت الايام دي، اللبن يتحط في الفرازه الكهرباء ويتفرز ومعرفش الموضوع دي. بس بصراحه انا مش بستطعم ولا بحس ان طعامة السمن البلدي ونظافته ونقاءه، ولما بتيجي تسيحيه كده على النار بتلاقيه زبده صافي، بتلاقيه يعني كده. صلوا على النبي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. عندنا شويه رز خضره بصلوا على النبي. فربنا يدوم علينا الخير وعليكم اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بنشوف قناتنا بقى لاول مره يشتركنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزل يوصلها على طول. احنا قناتنا قناه ريفيه ومحتوى ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه، بتتكلم عن حياة أهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين وشغلهم مع الكانون وفرن الطين والحياة البسيطة الطبيعية، حياة أهل زمان اللي كلها رضا. بشكر أي حد خلي جديد، بشكر الناس اللي معايا من زمان، بشكر أي حد بيعمل لي لايك، أي حد يكتب لي كومنت حلو يشجعني بيه، بقول لكم شكرا من القلب، ألف شكر ليكم. يا رب يجازيكم خير اللهم آمين يا رب العالمين. الله يعود عليكم الأيام بخير. فبص المكان اللي انا قاعده فيه ده في الفرن الطين اللي انا كنت عاملاه معاكم، الفرن ده اللي انا كنت عاملاه معاكم على القناه. اللي عايز يعرف طريقه عمل الفرن يرجع للفيديو تاني يكتب فرن طين، بناء فرن او صنع فرن طين والمنجد والكانون، هيلاقوا الفرن ده. عامله فرن تاني برضو هتكتبوا بناء فرن طين صنع فرن طين بدائي، هتلاقوا فرن تاني صغير. انا عامله فرنين على القناه. فبص بقى طبعا انا قاعده المكان اللي انا قاعده فيه ده هو اللي بحط فيه الجربه، هو اللي بعمل بجيب الجبنه الجريش احطها هنا في الحصيره، حاطه فيه الطيور الصغننه كده،
عشان طبعا مش هينفع احطها مع الطيور الكبيره عشان هي بتاكل علف وتاكل، بتبقى لها عنايه خاصه، فانا بحطها في المكان ده تبقى قريبه مني يعني، بحيث ان انا طالعه داخله شايفاهم، احط لهم اكل، احط لهم حاجات، فهم قريبين من المطبخ يعني قدام باب المطبخ عادي، المطبخ اللي انا حاطه فيه البوتاجاز والغساله وكل حاجه انا كده اعتبر قدامه، فاهمني؟ فالمكان بقى ده زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين، يعني في ناس ممكن تخش تقول كلمة كده تزعل ولا حاجة. طبعا الناس اللي عاشت في الريف قبل كده وعارفة الريف، فيا جماعة المكان المكشوف في الريف، المكان المكشوف بتستعمل فيه يعني تحط فيه لبن وتخض فيه وتعمل فيه، بيبقى فيه دبان كتير، دبان كتير، فاهماني؟ فطبعا في المكان اهو بيحوم دبان كتير عشان الناس تقول يع او مش يع، دي مكان اولا مكشوف، ثانيا بنستعمل فيه اللبن كتير، بناخد الجربة بنعمل بتاع جبنة جريش ما اعرفش ايه، بنكب مية شرش كده من الجربة هنا في الجنب، حاطين في طيور، حاطين في الحصيرة، والمكان مكشوف. فطبعا دي كعادة الطبيعة والريف، دي كعادة يعني محدش يقدر يتحكم فيها، مكان مش مغلق عشان انت تمشي الدبان يعني. طبعا انا حاولت ارش في المكان ده كتير حاجات مبيدات للدبان، لكن مش بيموت لان الجو مفتوح، لان مفيش غلق يعني مفيش سقف اصلا، فهو بيطير ويروح ويجي تاني، فما فيش تحكم فيه يعني. حد يشوف الدبان بيحوم كده يقول ايه ده دبان، او احنا مثلا احنا مش قاعدين على سيراميك، ده احنا قاعدين على ارض طين. دي الطبيعة، ودي احنا طالعين بطبيعتنا بالحقيقة يعني، احنا دي حياتنا اليومية اللي احنا عايشينها، احنا مش بنيجي قدام الكاميرا ونعمل الحياة دي بس وخلاص وبعدين ما دمتم يعني، لا دي حياتنا الحقيقية، الحياة الحقيقية اللي احنا عايشينها. يمكن انتوا تحسوها كمان، انتوا لما تخشوا فيديوهاتنا تحسوا ان هي طبيعية، تحسوا ان هي بتفكركم بزمان، تحسوا تفكركم بجداتكم بايام زمان. طبعا الناس اللي كانت ليها ذكريات في الحاجات دي، في ناس ما تعرفش حاجة عن الحاجات دي خالص، فبتبقى مش فاهمة يعني احنا بنعمل ايه، فاهمني؟ فالناس بتبقى لها ذكريات وعاشت الحياة دي، فبتبقى عارفاها بكل بقى تفاصيلها، بحلوها وبالوحش اللي فيها وبالحلو اللي فيها. فدي حياتنا ودي طبيعتنا ودي احنا عايشين كده فانا حبيت اشارك معاكم الفيديو ده بحيث ان انا احتفظ بذكريات جداتنا زمان والطبيعة قبل ما تنقرض يعني. يعني الحاجات دي فضل لها شوية قليلين كده وتنقرض، تبقى مش ملهاش وجود اصلا، فاحنا بنوثقها كده عشان تبقى موجودة، وعشان لما الاجيال الجاية يبحثوا كده يشوفوا ان في كانت زمان جداتنا بيجتهدوا ازاي، وكانوا عشان يفرزوا اللبن ويعملوا، فكانوا بيجتهدوا يعني. هي متعب على فكرة يعني، ديكي بتكون اسهل يعني الفرازة الكهرباء اللي هي زي الغسالة بتاع الأطفال دي بتكون أسهل، انت بتحط فيها اللبن وتحط الفيشة وتمشي تروحي تغسلكي صحنين، مش عارفة تعملي ايه، تنضفي ايه، تعملي ايه، ترجع تلاقيها خلاص هي عملت زبدة خلاص. انما دي انت بتقعدي كده ساعات، كمان في ناس بتجيب نار تحت الجربة يعني حسب اللبن، يعني مش كل اللبن زي بعض، في لبن بيبقى مسجع قوي بيبقى عايز نار، في لبن عايز يخض في الشمس. عامة الجربة لو خضها في الضلة برضه هي بتطيب وتبقى ايه، ان انا حافظة اللبن يعني. انا طبعا كان لسه الساعة ماشي 9، كان حوالي 8:30 والشمس نازلة في المكان ده حوالي 8:30، وقبل 8:30 كمان بتنزل الشمس، فالشمس ما كانش حامية قوي، بس بعدين كانت سخنة قوي، بعدين الجو بدأ يدفي يعني يا جماعة. فالشمس ما كانش يعني قوية قوي، كان يعني حلوة يعني، كنت قاعدة فيها ومستحملاها. ويا جماعة بقى كانوا بيتعبوا، شايفين التعب يعني. انا ممكن اخد تلت ساعة نص ساعة عندي صبر وطولة بالي ان انا ايه، ان انا اطلع زبدة حلوة، اطلع زبدة حلوة كده بسم الله ما شاء الله، كأنها مالكة كده وحلوة. هتشوفوها دلوقتي مش طرية مش بايظة، السمنة طالعة بالعافية، طالعة بالعافية من الجربة يعني، انا بدوس بالعافية كده عشان اطلع الزبدة جاستة كده وحلوة وناقية كده ونظيفة من اللبن، نظيفة من المية، نظيفة من كل حاجة. فمفيش احلى من الطريقة اللي كان بيعملها جدتنا زمان ابدا، مهما نلف وندور مش هنلاقي احلى من الطريقة دي. فبسم الله ما شاء الله، صلى على النبي بقى يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا يسعدكم ويفرح ايامكم، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب اللي يجي معانا لحد هنا ربنا يسعد، يا رب يسعدكم. اللي وصل معانا لحد هنا يتمنى لنا بقى لايك
اكتب لنا كومنت حلو علشان قناتنا تتشاف ونفضل موجودين معاكم. احنا بنعمل حاجات كتيره خاصه بالريف، يعني كل حاجاتنا خاصه بالريف. شايفين الزبده بسم الله ما شاء الله يا جماعه. يعني زي عجينه القمح، بدوس عليها بالعافيه، بضغطها بالعافيه، مالكه جدا جدا جدا. اهو شايفين. دي كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون امتعناكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.